في وسط مدينة جيجل. هذا المكان اللي يجتمع فيه اللاعبين تاع شبيب الذين قدموا الكثير للكرة الجيجلية. ومعنا رئيس جمعية قدماء شبيبة جيجل حسين عبينة، ورئيس ملعب العقيد عميروش. مقابلة كبيرة وقوية تجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي الشقيق. واش تقولنا على المقابلة هذه؟ أولا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام عليكم. السلام. عندي تعزية الأستاذ نتاعي والمدرب نتاعي خويا إدريس بولقدام رحمه الله رحمه الله. طلبوا ربي يرحمه، ربي إن شاء الله يجعله في الجنة، ربي إن شاء الله يجعله في الجنة داره والرسول جاره. أما بعد نوليو لكأس العالم. احنا كقدماء لاعبين، انا نهضر على نفسي، انا رايي الخاص. كأس العالم هذه تنظمت في بلد عربي، بلد مسلم فعلا، في قطر. العالم كامل راه استغرب في التنظيم، واحنا ماذا بينا، ماذا بي انا بلد عربي وهو الشقيق المغرب يلحق الله فينال وعلى ارض الاسلام والمسلمين. بارك الله فيك. ان شاء الله. انا المروك بريمي ماتش دوزيام ماتش عام الجماعه كانوا حاضرين، قلت لهم انا المروك يروح لبعيد، اللي عجبني الطريقه نتاع اللعب نتاعو، طريقه دفاعيه يخدم مليح، في النص يخدم مليح ويلعب لي كونتر تاعو رابيد، عنده دي جوار لاباس بهم يلعبوا في النيفو كامل، في النيفو عالي. احنا الحاجه الثانيه اللي نتمناوها كمسلمين، الكره هذه تجمع ما تفرقش فعلا. الكره هذه بربي ان شاء الله نتمناو الاشقاء المغاربه يروحوا لا فينال. وهذه الكره هذه تجمع المسلمين في العالم كامل. من وراء هذا بالك ربي يديرها سبب باللي الكره تجمعنا احنا المسلمين. فعلا. مقابله كرواتيا والارجنتين، يعني بمنطوق يعني فريقين كبار في زوج وعندهم لاعبين كبار، كيفاش تشوف يعني المقابله؟ شوف المقابله صعيبه، المقابله هذه تتربح ما تلعبش، اللي ماركيت هو اللي يفوز. زوج فرق عندهم خبره، عندهم لاعبين لاباس بهم، يعرفوا بعضهم البعض. علاش كي نقول لك المقابله هذه نشوف فيها انا ما يكونوش فيها اهداف، مقابله صعيبه. يعني التكهن فيها صعيب بزاف. ما تقدرش كيما كانوا يقولوا بكري تلعب بالان اكس 2 ولا 2. تقدر تقول الارجنتين تربح، تقدر تقول الكرواتي، تقدر تقول يروحوا للبينالتي. مقابله ما تكونش مفتوحه صعيبه. عمري ما صرا لي مشكل في التجاره نتاعي في المروك. عمري كي نقول لك عندي 5 سنين ولا 6 سنين وانا نخدم التجاره تما جاي راح للمروك، والله عمري ما صرا لي مشكل، ويستقبلوني احسن الاستقبال. شهاده من رئيس جمعيه قدماء شبيبه جيجل الجزائر، شهاده تقدير لاخواننا المغاربه. السلام عليكم. بارك الله فيك ويعطيك الصحه. السلام عليكم. سلام.